في الصدفه البحته كان في مباراه في الكاس مع سموحه، كنا لسه اول مره نسمع سموحه دي، يعني كان لسه فرقه جديده واحنا صغيرين، وكنت بلعب منتخب اولمبي. فروحنا المباراه في اسكندريه. احنا بقى في اليوم ده عملنا ايه؟ ربنا جزانا يعني من الاخر. ربنا قال لك خد. كنا 3 لعيبه، ال3 لعيبه اتطردوا. ربنا قال لك خد انت 3 لعيبه ايه؟ 3 باكات يعني ولا 3 ايه؟ لا احنا 3 لعيبه مختلفين اتطردوا وانا من ضمنهم. مش فاهم يعني 3 لعيبه مختلفين من نفس الفرقه في نفس المباراه. ليه بقى؟ صاحبي اللي كان معايا في الفرقه كنت انا وايمن زكريا، كان لاعب في انبي ومعايا، وكان في لعيب تاني احمد فاروق برضو فتره كده راح الاهلي وكان عنده اصابه كده مزمنه وما كملش. احنا ال3 عملنا ايه؟ احنا في اسكندريه خدنا بعضنا ورحنا السينما في المعسكر. ما انت ماتش ثاني يوم بالنسبه لكم اسكندريه ساعتها انت اللي هو ما انا قلت لك اسكندريه بقى، فانت المصيف بقى فانا رايحين مصيف. فدخلنا فيلم احنا ال3 رحنا الفيلم، وسبت التلفزيون عندي ايه مولع، يعني احنا في الغرفه يعني. هم دخلوا الغرفه اصلا، طفوا التلفزيون وطلعوا الاداري ما خدوش بالهم ان في بالماستر هم لا يعني هو فتح هم احنا مش موجودين. ايوه هو دخل يقفل التلفزيون وخرج وما خدش باله ان مفيش حد في الاوضه. لا احنا مش موجودين، هو عارف ان احنا مش موجودين. فهو دخل قفل الاوضه. الله ايه ده مش موجودين. طب ماشي، راح قافل التلفزيون. ما التلفزيون بقى وصل لنا ان في حد دخل. دخلنا الفيلم بدون ذكر اسم الفيلم للاسف، يعني انذار بالطاعه. دخلنا فيلم انذار بالطاعه، ودخلنا تاني يوم الانذار بالطاعه برضه في الملعب. ربنا كرمنا واتطردنا احنا ال3. الثلاثه اللي راحوا السينما، انا وايمن زكريا واحمد فاروق، الثلاثه يعني انتوا ال3 خرجتوا المعسكر رحتوا السينما قلت لك كان يوم اخبر. فاتفرجنا على الفيلم انذار بالطاعه ورجعنا على الفندق، فوجئنا ان الموضوع كده. فاحنا كده اساسيين احنا ال3، فلعبنا الماتش. مفيش غيركم يا جماعه. احمد فاروق اول واحد اتطرد، تاني واحد ايمن زكريا، تالت واحد العبد لله. فانا طالع من الملعب وداخل على الاوضه، اروح اشوف الرجاله اللي كانوا في السينما راحوا عملوا ايه. اخش عليهم ورحت مكسرين الاوضه ومبوظ الدنيا. وخسرنا الماتش ده، وانا اتوقفت 6 ماتشات من المدير الفني بقى. ما خلاص لا بعد الطرد ما انا اتخانقت مع الحكم بقى. ما انت بقى انذار بالطاعه عامل كوارث 6 بالليل. تاني يوم عملت كارثه، اتخانقت مع الحكم وحصلت مشكله، توقفت 6 ماتشات. كابتن فاروق السيد طبعا الله يرحمه كان. طب فين المدير الفني؟ فين يعني الاداري عرف ان انتوا مش في الاوضه؟ ما انا قلت لك حاجه مهمه قوي، احنا اساسيين. فاللي هو عافيه ذوق هلعب. هتلعب مش حد، لان انا نازل من فوق مخصوص عشان العب الماتش. انا لازم الدرجه الاولى عشان العب الماتش. انت مين اللي هتعادل؟ وخسرت الماتش وخسرنا المباراه، وتوقفت انا 6 ماتشات. وطلعت من منتخب مصر بسبب اللقطه دي. مش بسبب دي، بسبب الطرد. لان الطرد خلاك ما تلعبش 6 ماتشات. الطرد 6 مباريات كتير، ويمكن انا تطولت على الحكم شويه قلت له 2 قبليه وانا الثالث، والثلاثه حطيت في دماغي ايه ده الثلاثه اللي كانوا في السينما فخلاص الفيلم في دماغك دلوقتي. الفيلم في دماغي يلا بقى طربقت. فتوقفت، وكابتن فاروق السيد بقى رحمه الله قال لك لا ده لعيب قليل الادب، ده مش عارف ايه، ده توقف 6 ماتشات يبقى معنى كده عمل عقوبه كبيره، عقوبه جامده. ودي كانت الحاجه الوحيده الوحشه اللي كانت في حياتي. طبعا فوقتك جدا. كرة اهم من كده واللي عايز اقوله للشباب اللي جايين، اوعى، انا والله العظيم هيجي الكلام ما بيننا. فتره اللي كنت فيها في الزمالك ومنتخب مصر الفتره دي، والاسماعيلي والمصري والاتحاد، اللي انا فتره لعبي كلها انا ما كنتش بشم نفسي بره. خلاص نفسي. شفت ربنا بيعمل ايه بالظبط. يعني انا بهزر مش مدي اهتمام. اتقلبت عليا تاني يوم، فالسحر اتقلب على الساحر. فشوف انت لما عملت غلط ربنا اختص منك على طول. فخدتها قاعده، لا لازم اراعي اكل عيشي.